ممكن تقول لي ايه رايك في ازمه البنزين الحاليه؟ واضح يعني مش عارف، مش محتاج كلام، ايه باينه، ايه بص عملت قد ايه. ايه رايك انت؟ النهارده كان في خطاب الرئيس بيقول ان مفيش ازمه في بنزين 90. لا الرئيس ده كداب، يقول اللي يقول، واحنا مش عايشين وهم ما بيشوفناش يعني، هو عايش لوحده، ما ايه مش باينه يعني. ممكن تقول لي ايه رايك في ازمه البنزين الحاليه؟ والله أزمة يعني هقول ألفاظ ملهاش لازمة تتقال. أزمة سودة طبعا، حاجة سودة والله. وضع سيء للغاية. حضرتك تبع ايه يا باشا؟ قناه التحرير. لو سمحت ممكن تقول لي ايه رايك في ازمه البنزين الحاليه؟ زي ما انت شايف ازمه البنزين يعني، هتعمل ايه يعني؟ لازم يعني نتكلم. احنا واقفين في الطابور، احنا واقفين، احنا وازمه سولار وازمه ميه وازمه كهرباء وازمه كل حاجه في البلد. احنا واقفين في الطابور ده والله بقى لنا بتاع ساعه ونص يعني، اهو لسه بقول. ربنا معاكم يا رب. لو سمحت ممكن تقول لي ايه رايك في ازمه البنزين الحاليه؟ نعم معلش علي صوتك بس. هو حبه مرسي شايف احنا النهارده في الخطاب بتاع محمد مرسي بيقول ان مفيش ازمه في بنزين 90. حسب الله ونعم الوكيل. هو رئيس، معنى كلمه رئيس ينزل الشارع. شوف الشارع، شوف البنزين الناس بدأت تحط ساعه، انا بقى اكتر من 3 ساعات. تعالى انا شغل انت ونص. اروح شغل انت. انا اروح شغل انت. ممكن حضرتك وانت بتسوق العربيه كده تقول لي ايه رايك في ازمه البنزين الحاليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، مش هنقول غير كده، حسبي الله ونعم الوكيل. في مين بالظبط يا حاج؟ نعم؟ في مين بالظبط؟ في الناس الكبيره كلها، في اللي ماسكين البلد كلهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، من اصغر وزير لغايه رئيس الجمهوريه، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، هم اللي خربوها، محدش خربها غير هم والاخوان. ايه رايك في يوم 30 ناوي تعمل فيه؟ يوم 30 انا اول واحد نازل، لا هتضرب بالنار واموت واغور في داهيه، لا هاخد حق البلد دي. يا ناخد حق البلد دي، لا هنموت، نموت اشرف لنا، لكن مش هنعيش في ظلم. ايه رايك في خطاب الرئيس النهارده يا حاج؟ مين؟ ايه رايك في خطاب ولا سمعته ولا عايز اسمعه، لان ده مش رئيس، ده طربوش على نعش، ده عمره ما كان رئيس ولا هيبقى رئيس. طول ما هو ماشي بخطه الاخوان وبالمرشدين بتوع الاخوان عمره ما هيبقى رئيس، ولا له شخصيه ولا له كلمه ولا له اي حاجه. يبقى رئيس ازاي؟ ما ينفعش يبقى رئيس جمهوريه. انت شايف الطريقه اللي تشيلوا بيها ايه؟ نعم؟ شايف الطريقه الصح؟ الشعب هو اللي يشيله، والشعب اللي حطه هو اللي يشيله. غلطتنا الوحيده ان احنا انتخبنا محمد مرسي، دي غلطه الشعب، انتخبت واحد لا شخصيه له ولا كرامه له. وما زلنا ناخد اراء ورد فعل الناس في الشارع الاسكندري عن ازمه البنزين. تقول لي ايه رايك في ازمه البنزين الحاليه؟ باشا انا هقول لك ايه، بس انت مش شايف جوه في عراك وفي ضرب وفي ناس واقفه لبعضيها وبتاع، وطلع يقول لنا خطاب مش عارفين اي حاجه. فلوس يا عم. لا وبيقول لك هنحارب ازمه الجراكن، وبعدين يعني ما الناس كلها واقفه بجراكن، طب هنعمل ايه؟ ما هو دوت اللي بس اللي احنا هو ده وصلنا له. طلع من 4 ايام يوم 30 لازم ننزل، بيضخوا. الشارع كله لازم ينزل، شباب وكبار وصغيرين، كل الناس لازم تنزل يوم 30. هي من الازمه مش بنزين بس للاسف، هي الازمه حاجات ياما قوي احنا ما كناش حاسين بيها ايام مبارك. زي ايه مثلا؟ يعني سد النهضه ده احنا ما كناش نسمعه عنه، ايام مبارك ما كناش نسمعه عن السد ده خالص، أزمات قافل بقى ياما قوي علينا. ازمات. طب الرئيس النهارده في خطابه كان بيقول ان هو بيحظى بتأييد شعبي كبير، انت شايف ان ده حقيقي؟ لا